بلا شك انت كتعرف شي ولد حومتك ولا شي ولد العائله ديالك اللي جا في هذه الاواني الاخرى لالمانيا وكيطيحوا في دماغك بزاف ديال التساؤلات كيفاش البلان ديال المغرب كامل جاي لالمانيا وعلاش المانيا بالضبط. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم كلشي دقه بدقه. قبل ما نبداو ما تنسيش تهود دير زر المتابعه، راه ديما كنحط معلومات اللي مفيده جدا. نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو علاش المانيا ولات كتجيب الناس بزاف من المغرب، نرجعوا شويه باللور على التاريخ ديال اوروبا والمانيا بالضبط. كما كتعرفوا المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه اللي كانت في 1945 توفوا ليها الناس بزاف في هذه الفتره. داكشي علاش اوروبا بصفه عامه كيقولوا لها القاره العجوز، لحقاش النسبه ديال الشيخوخه مرتفعه فيها بزاف. كيفاش اثر هذا الشيء على المجتمع الاوروبي؟ من بعد التسعينات بالضبط اوروبا بصفه عامه وقع فيها واحد التغير كبير بزاف وازدهرات بزاف. داكشي علاش ديك النسبه ديال الشيخوخه ولات عائق للمجتمع الاوروبي بصفه عامه. المانيا في سنه 2015 فاش كانت الحرب في سوريا كما كنعرفوا هي من بين الدول اللي تصدرات انها تحمي اللاجئين وتستقبلهم. داكشي علاش الاغلبيه ديال السوريين التجؤوا لالمانيا كوجهه اولى. وفي هذه الفتره بالضبط قدروا ان السوريين يندمجوا مع المجتمع الالماني ويقراوا اللغه، وهاد الناس بالضبط كانوا يعاونوا المانيا بشكل كبير لحقاش كما كنقولوا سدوا لها بزاف ديال التراعي، ولا المجتمع السوري خدام بزاف ديال المناصب المانيه من بينها التمريض. داكشي علاش فكر البرلمان الالماني انه يوسع هذا الشيء كامل ويستهدف باقي الدول العربيه. من بعد سنه 2015 جا واحد القانون اللي يقدر اي اجنبي يدير تكوين مهني في المانيا بشرط انه يكون عنده مستوى لغوي ويكون تيدوي بالالمانيه. في هذه الفتره بالضبط كانت هذه الامكانيه باش انك تجي دير تكوين مهني في المانيا، ولكن لسوء الحظ ما كانتش معروفه بزاف. داكشي علاش الناس كامله في ديك الوقيته كانت يصحاب لهم لا بغيتي تجي تقرا في المانيا خاصك لابد تكون عندك كونط بونكير فيه 8 المليون ولا 9 وتبلوكي هذا المونطون كامل باش تجي تقرا في الجامعه. بالضبط في سنه 2018 ولا الموضوع كينتشر بواحد الوتيره سريعه، ولاو بزاف الناس كيجيو لالمانيا عن طريق التكوين المهني. ولكم عارفين ان حنا المغاربه الحاجه هي كتبدا كيمشي الاول الثاني الثالث تدير بوم. صافي من بعد هذه الفتره ولاو السونطرات كيروجوا لهذه الفكره ديال المانيا، ولات الفكره كتنتشر شويه بشويه. اجي نفهمكم دابا البلان كيفاش هاد المانيا، علاش انا غنجي ندير تكوين مهني وكيفاش البلان انني ندير هذا التكوين المهني. اول سؤال كيطيح لكم في بالكم، ها انا قريت هذه اللغه الالمانيه كيفاش غادي نجي؟ اول حاجه صديقي فاش كتقرا اللغه الالمانيه كتمشي دوز واحد الامتحان ديال البي واحد ولا البي جوج. هاد جوج مستويات هما اكثريه اللي كيجيو به. كاين الا واحد الا جوج، ولكن غالبا الا واحد تيكون التجمع العائلي. داكشي علاش كنصحك بالبي واحد ولا البي جوج الا بغيتي تقرا اللغه الالمانيه. فاش كدوز هذا الامتحان وكتشد هذه الشهاده ديال البي واحد ولا البي جوج كيمكن لك انك تقاد واحد السيره ذاتيه وواحد الرساله تحفيزيه تبدا تدفع للشركات الالمانيه. فين نلقى هذه الشركات الالمانيه؟ المانيا دايره بزاف المواقع اللي تقدر تدفع ليهم وتلقى فيهم شركات اللي غادي يعطيوك عقد ديال التكوين المهني. علاش كطيح لك هذه الفكره في دماغك وتقول كيفاش انا غنجي لالمانيا ومين نجيب هذه الفلوس؟ اسيدي فاش كتلقى عقد التكوين المهني كيكون فيه واحد الصالير اللي فيكس، يعني اللي كتقبطو من الشهر للشهر. في هذه الفتره راه ما كتكونش غير كتقرا وصافي، راه كيكون عندك المدرسه وتتكون عندك الشركه. كمثال الناس اللي كيديروا التمريض راه كتكون عندهم شهر في المدرسه وشهر في الشركه. المدرسه كتقرا فيها والشركه كتطبق فيها داك الشيء اللي قريتي. داك الشيء علاش هما كيعطيوك هذه المنحه ولا كنقولوا حنا صالير كتخلص به الحاجيات ديالك في الشهر، الكراء الماكله والمسائل ديالك. دابا غادي ننتقلوا للمجالات اللي مطلوبه في المانيا واللي كيجيو لها بزاف ديال الناس. اول مجال اللي كيجيو له اغلبيه ديال الناس هو التمريض. كنصح اي واحد اللي باغي يدير التمريض يقرا حتى المستوى البي جوج لحقاش هو اللي كيقبلوا به. كنصح الناس اللي باغيين يديروا التمريض يقراو اقل حاجه مستوى البي جوج ويكون عنده اقل مستوى دراسي هو الاولى بكالوريا. في المغرب راه كاين الهلال الاحمر اللي كيخليك انك دير فورماسيون عنده وتشد شهاده. الشهاده كتنفع بزاف، يمكن لك دير بها ستاج في المستشفى وهي نيت كتنفعك كتعزز لك الدوسي ديالك باش تلقى عقد تكوين مهني هنا في المانيا. المجال الثاني اللي كيجيو فيه الناس بزاف هو المجال ديال لا ريستوراسيون. هذا المجال ما تحتاجش بي جوج، بي واحد كافي. حبذا تكون عندك اللغه الانجليزيه باش تضاعف الحظوظ ديالك. الا وصلتي حتى لهذه المرحله في الفيديو يعني انك واجد تبدا تقرا اللغه الالمانيه. والناس اللي في المانيا حتى هما كنتمنى تشاركوا معنا التجارب ديالكم لتحت في الكومونتيرات باش كلشي يستافد.